الشريف سليمان عايش أبو لحية، أصلي من بلدة عقربة. طب أستاذ تحكي لنا عن فعاليتكم هاي اليوم بالمناسبة؟ نعم، هذه الفعالية الحقيقة هي فكرة نبعت منذ عدة أسابيع، وتأتي في إطار الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال مؤسسة الشريف عايش أبو لحية لخدمة المجتمع، بحيث يكون لنا مساهمات اجتماعية تساعد الشباب على إقامة بيت الزوجية وتقليل التكاليف والمصاريف عنهم، لما في ذلك من تسريع لبناء الأسرة الفلسطينية. منطقة عقربة هي الحقيقة وطني وبلدتي، وبلدة عقربة كما تعلمين هي أراضيها ممتدة وواسعة، وهي معرضة لبعض التحديات من قبل الاحتلال، لذلك رأينا أن يقام هذا العرس في هذه القرية لكي نبرزها ولكي تكون دائما حاضرة في أذهان الشعب الفلسطيني. عالنبي صلينا وأول ما نبدأ ونقول تحية لطه الرسول تعالوا في الهجمة على شعره يا عيون الغزلان وعرسنا يا نور العين مشي نحكي لك يا زين وإلي الصار حكاية يعني أولا هي مؤسسة خاصة، بسم الله، مؤسسة الشريف عايش أبو لحية. حقيقة هي بتحمل رسالة وطنية ذات معنى كبير لأبناء شعبنا الفلسطيني بتوفير دعم لقطاع الشباب من أجل الصمود والثبات على أرضهم في مواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان في هذه الظروف العصيبة، وفي نفس الوقت تحمل رسالة مجتمعية إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني بأن قطاع الشباب يجب أن تتضافر الجهود من أجل دعمه ومساندته كي يبقى ثابتا على أرضه. جعفر راشد من قرية أودلا جنوب نابلس، مشارك في العرس الجماعي اللي قامته بلدية عقربة ورعاه السيد الرئيس محمود عباس. نقدم بالشكر للرئيس على هذا الدعم اللي قدمه لبلدية عقربة ولمؤسسة عايش أبو لحية اللي راعت هذا الحفل وقدمت هذا الحفل، وسعيدين جدا بهذا العمل الرائع اللي قاموا فيه، لأنه دعمنا العرسان في هذه ظل الأوضاع الصعبة اللي عايشينها الشعب الفلسطيني، وكل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العرس الجماعي. صور يا مصور قليل عكابر ماشي ومتفاخر قليل عكابر ماشي ومتفاخر قليل عكابر ماشي ومتفاخر وخلي عود الله يبني دار وتعمر. صور يا مصور عريسنا علم من بيت محترم عريسنا علم من بيت محترم
الوطنية